السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر. عارفين انتوا بقى إحساس كده ان انتوا تبقوا صاحيين من النوم جعانين ومش عارفين تاكلوا ايه، فجبت كل حاجة ممكن تبقى بتتاكل في التلاجة، وقررت بقى ان انا اقلي بطاطس واللبنة بتاعت جهينة. كتير قوي كانوا بيشكروا فيها وجربتها، هي بصراحة حلوة. بس في حاجات تانية احلى، يعني في حاجات اللي هي بنجيبها من الهايبر بتبقى بالوزن دي حلوة قوي ما شاء الله يعني. بمناسبة فيديو الضوافر الفيديو اللي فات، انا عايز اقول لكم ان انا بعمل الحاجات دي كلها، بس بره عتبة بابي مفيش الكلام ده. الضوافر بتتشال، كل حاجة بتتشال عشان بس ما اشيلش ذنب اي حد فيكم. احنا طبعا عارفين ان الزينة بتاعت المرأة حدودها بيتها، عشان بس باكد على المعلومة. يعني بصوا، انا حطيت الضوافر وبعد كده دخلت قلت يا بنتي ساره بقى هتعملي ايه وانت مركبه ضوافر كده؟ فقررت ان انا اعمل شوربه عدس. بصراحه اول ما بحس الجو سقع بتبقى هي، يعني بصوا، الوجبه اللي هي بتنزل في القلب على طول. عايز اقول لكم بقى جربوا العدس بالطريقه دي، حرفيا والله هتدمنوه. بصوا بقى، انا قطعت كل الخضار، اي خضار عندي في التلاجة بقطعه. يعني انا لو في كوسه كمان كنت هحطها. بتدي ليه شوربه العدس طعم جميل قوي وطعم مسكر كده. فبتبقى فرصه كمان ان انتوا لو عندكم اطفال بقى تاكلوهم الخضار. عايز اقول لكم جميله جميله. بحط معلقه السمن وبحط التوم زي ما انتوا شايفين كده سليم، والبصل اول ما يطلع ريحه بس بنزل عليه بالجزر والبطاطس، وبعد كده الفلفل. بنزل بالطماطم في الاخر بس علشان ما يعني ما تتلسوعش مني قوي، بيبقى طعمها مش الطف حاجه يعني، لان الطماطم طبعا بتديله تسكيره حلوه. لما بشوح الخضار بعد كده بنزل عليه بالعدس تشويحه سريعه، وانزل بميه مغليه. وزي ما انتوا شايفين كده انا كنت ضربت العدس بالهاند بلندر في الحله زي ما هي، ما طلعتش حاجه. ويعني احنا بنحب شوربه العدس وبنحب العدس بالشعريه، فحمرت الشعريه كده في حله تانية، وبنزل عليه ب كام معلقه كده، وبزود ميه لان قوام الشوربه اصلا تقيل زي ما انتم شايفين كده. هي الشوربه فاتحه عن العدس لان العدس طبعا لما حطيت على الشعريه العدس سيبته طبعا يغلي وزودت ميه وكده فلونه اغمق. لكن الشوربه انا ما حطيتهاش على النار تاني لان انا الصراحه يعني هي كانت مستويه وكده، ما كنتش محتاجه ان انا ارفعها تاني، وقوامها كمان كان مظبوط. شايفين طبعا الطماطم المخلله، يعني بصوا مش محتاجه وصف. اجدع حد ممكن تاكله من ايده طماطم مخلله. طبعا حطيت العيش يتحمص في الاير فراير، وقطعت بقى بصل وفلفل وليمون والزبده. طبعا عايزه اقول لكم الزبده بقى اما بتتحط على الشوربه كده في حته تانية، ومعلقه السمنه اصلا اللي احنا حاطينها دي بتدي طعم دسم للعدس. حرفيا والله العظيم، بصوا انا مفيش حد اكل العدس من ايدي لو حبه جدا يعني. فقلت بقى ايه، الحاج صاحب البيت ممكن يجي من الشغل يقول لي عدس ايه اللي انت عاملاه دلوقتي، انت ما بتصدقي الجو يبرد. فطلعت كده بانيه كان عندي في التلاجة، طلعته وقلت كده اتبله بقى تتبيله سريعه، بحيث ان هو لو حسيت ان هو مش متقبل فكره العدس يعني ايه اعمل بانيه على طول. انا عايزه اقول لكم بقى جربت خلطه المشاوي بتاعت ماجي دي، وانا عايزه اقول لكم اللهم بارك ان هي جميله قوي. يعني انا ما كانش عندي زبادي فحطيت لبن وخل. الخل بيخلي اللبن كده يروب، فبيدي نفس الطعم ونفس الطراوه اللي بيديها الزبادي يعني. عايزه اقول لكم ان انا بتبل البانيه بكذا طريقه، واللهم بارك كلهم حلوين. يعني مره بتبله بتوم، مره بتبله ببصل، مره بتبله من غير حاجه خالص، يعني من غير بصل ولا توم، اللي هو بهارات بس ولبن او زبادي وليمون وخلاص. عايز اقولك بقى ده كان منظر المطبخ، كان حرفيا يضرب يقلب. سبكت صلصه كمان، قلت علشان لو يعني لو العدس خلاص ما عجبوش بقى يبقى خلاص بقى ايه، مكرونه وبانيه على طول. الفلتر ده انا عايزه اقول لكم ان انا جايباه في جهازي، وحرفيا دورت عليه. يعني انا متجوزه اهو داخله على 3 سنين، انا حرفيا بدور عليه قلب عليه الدنيا ما كنتش لاقيه خالص. بقلب بقى تحت سرير اوضه الاطفال كده وانا بعمله فلقيته. طبعا المطبخ انتوا كنتوا شايفين شكله عامل ازاي. شلت بقى المطبقيه بتاعت ايكيا دي لان انا حسيت ان هي مضيقه الدنيا اصلا، فقلت مش مشكله ابقى انشف على المفرش بتاع التنشيف. اديت الارض مسحه سريعه كده وسبتها تنشف، وبعد كده جبت السجاده دي لان السجاده التانية خلاص كده محتاجه تتغسل. كان واقع بقى عليها كميه اكل وتلزيق وطرطشه زيت وكده، ففرشت السجاده دي واللهم بارك المطبخ كان عندي خلاص بيلمع.
بس الدنيا عندي يعني رشيد معطر كانت الدنيا لسه عندي بايظه خالص بره. فقلت مش مشكله اخد بس ايه بريك كده، اكل حاجه حلوه وبعد كده اطلع على الريسبشن، لان الريسبشن عندي اصلا هتلاقوه متبهدل وهتلاقوا فيه بلالين كده. هبقى اقول لكم مناسبه البلالين دي بقى. هنا كده حطيت تشيز كيك. انا كان نفسي في اي حاجه فيها فراوله ومش عارفه ليه الاحساس ده، انا اصلا بحب الشيء ده عشان الفراوله، بحب الفراوله قوي. بس ما لقيتش غير بالتوت، فقلت مش مشكله توت توت، اهم حاجه بقى لونها لون الفراوله وخلاص. طلعت على الريسبشن وزي ما انتم شايفين كده الارفف انا حطاها على السفره، لان يعني عارفين انتوا بقى يوم الراجل بسنه، اللي هو ماشي علملي على الارفف، ماشي ان شاء الله باذن الله هركب لك الارفف. ايوه طب يا حاج امتى؟ فحطيتهم له كده، بقولت اسيبهم له على السفره عشان كل ما يعدي يشوفهم لعل وعسى انه يركبهم لي. جبت الكبه اللهم بارك اللي هي ال3 لتر دي، لان انا الصراحه عندي الكبه بتاع بيانتا ودي اسوأ كبه ممكن حد اصلا يشتريها في الحياه. فالريسبشن زي ما انتم شايفين كده، هقول لكم المناسبه بتاعت البلالين دي ولكن بعدين. شلت بقى الديكورات الزياده اللي انا كنت حاطه بتاعه الارفف، وشلت الارفف لما قال لي والله هركبهم لك بس يعني ايه صبرك عليا. فادينا صابرين، ربنا يجعلنا من عباد الصابرين يا رب. فهنا كده كنت رتبت الريسبشن، وزي ما انتم شايفين كده شغلت الاضاءه اللي هي البيبي لايت دي. عايز اقول لكم بتديني احساس روعه روعه، خاصه بقى لو بنتي نايمه يا سلام. عارفين اللي هو اجواء الشتاء والهدوء بقى، ما بتجريش ورا الكائن الصغير اللي بيمشي يبهدل لك اي حاجه ده. عايز اقول لكم دلوقتي بقى خلاص بقيت مغرمه بفكره الدولاب، ان هي تجيب لي الهدوم في الارض كل شويه. انا حرفيا بقيت اللي هو اطلعي يا ست بره الاوضه، اطلعي بقفل الباب على طول يعني. فاللهم لك الحمد كده. عايزه اقول لكم الالوان البيجات مديه روح للمكان، ما كنتش متخيله ان هي تبقى حلوه كده. ان انا كان الزي الرسمي كان بني، فكنت الصراحه مقفوله من البني والبيجات، ولكن رجعت احبها تاني. قطعت طبق الفاكهه ده بقى كده، وكده كان روتيننا انتهى. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله، مع السلامه.